السلام عليكم. بما اننا فترة الامتحانات فانا لميت لكم كل الفيديوهات اللي ممكن تفيدكم في الفترة دي وجمعتهم في فيديو واحد هتلاقوه على القناة وهتلاقوا الرابط بتاعه فوق العنوان على طول. اتمنى يفيدكم ان شاء الله لو بجزء بسيط، وربنا يوفقكم وتعدوا الفترة دي على خير ان شاء الله. ازاي تجهز نفسك للامتحانات حتى لو مش عارف اي حاجة عن المنهج؟ رقم واحد، عايزك تاخد اوفر فيو او نظرة عامة كده عن المنهج، بمعنى انك مثلا تجيب الكتاب تشوف الفهرس، تشوف كل درس بيتكلم عن ايه. يعني عايزك تاخد نظرة عامة سريعة كده على المنهج بحيث تعرف المنهج بيتكلم عن ايه. رقم اتنين، عايزك تحدد هدفك من الامتحان، بمعنى يعني مثلا مش كل الطلبة بتكون عايزة تطلع من الاوائل وتجيب امتيازات. طبعا هو ده لو متاح اكيد يعني محدش هيقول لا، بس اكيد يعني مش كل مذاكر وعايز يجيب امتياز وكده. في مثلا اللي عايز ينجح وخلاص، في اللي عايز يجيب امتياز، في اللي عايز يطلع من العشر الاوائل وهكذا. فانت هتحدد هدفك من الامتحان، وعلى حسب الهدف ده هتقسم المنهج بتاعك لكاتيجوري A وكاتيجوري B وكاتيجوري C. كاتيجوري A دي الحاجات الاكثر اهميه على الاطلاق، كاتيجوري B الحاجات المتوسطه في الاهميه، كاتيجوري C اللي هي الحاجات الايه الاقل اهميه يعني اللي ممكن تسيبها عادي. بحيث مثلا انك لو طالب دحيح بزياده وعايز مثلا ترتب في العشر الاوائل يبقى لازم تذاكر كله، هتذاكر كاتيجوري A وكاتيجوري B وكاتيجوري C، ولو في زياده كمان كاتيجوري دي هتذاكرها. اما مثلا لو عايز تجيب جيد جدا يبقى تذاكر كاتيجوري A وكاتيجوري B وسيبك من كاتيجوري C لو معاك وقت معكش خلاص. مثلا لو عايز تعدي وخلاص وتجيب مقبول يبقى هتكتفي بكاتيجوري A وهكذا. احسن ما تشتت نفسك وتغوص في المنهج واساسا ممكن تكون بتذاكر حاجات ملهاش اي اهميه في الامتحان. طب على اي اساس بتعرف ان الحته دي في المنهج كاتيجوري A ولا كاتيجوري B ولا كاتيجوري C؟ على حسب الامتحانات السابقه وكلام الدكاتره اللي عندكم. رقم 3، عايزك تفضي نفسك تماما على الاقل اسبوعين قبل الامتحانات، سواء بقى كنت بتشتغل او بتذاكر حاجه تانية جنب الدراسه، معلش اجلها الاسبوعين دول لان الامتحانات وقتها ثابت وهتمتحنها. الحاجه التانية دي ممكن تاجلها عادي، اما الامتحانات مش هتتاجل. رقم 4، ابدا بالاهم فالمهم فالاقل اهميه وهكذا. احسن ما تروح تبهدل نفسك في حاجات ما بتجيش خالص في الامتحانات ونادرا لما بتيجي، وتسيب الحاجات المهمه اللي 80% من الامتحانات ما بيخرجش عنها اصلا. زي مثلا لو دكتور بعت لكم اسئله معينه لازم تحلوها، او الامتحانات السابقه، الحاجات دي هي اللي بيبقى ليها الاهميه القصوى. لما خلصت الحاجات اللي لها الاهميه القصوى دي خلاص انت هتحس انك مستريح، وتبدا بقى تشوف الحاجات الزياده اللي انت عايز تعملها، بحيث لو ما تبقاش وقت تاخد الحاجات اللي هي الاقل اهميه دي يبقى انت داخل الامتحان ومستريح ومش قلقان من حاجه. وبس كده، دمتم موفقين ان شاء الله. 5 حاجات اوعى تعملهم وانت بتذاكر. بما اننا داخلين على امتحانات نص السنه وفي ناس بدات امتحانات بالفعل، فتعالى اقول لك على 5 حاجات اوعى تعملهم عشان ما يضيعوش مذاكرتك. رقم 1، اوعى تذاكر على السرير. انا عارف ان احنا دلوقتي في فصل الشتاء والواحد بيميل ان هو يقعد على السرير ويقعد تحت البطانيه كمان، ولكن الحقيقه المذاكره على السرير زي قلتها، لان مصيرها معروف، لا اما هتنتهي بالقعاد على الموبايل لا اما هتنام. فمعلش جاهد نفسك وقوم ذاكر على المكتب او اي ترابيزه عندكم في البيت. رقم 2، اوعى تذاكر في اضاءه مش كويسه. بالنسبه للناس اللي بتذاكر على اللاب او الايباد او التابلت او اي جهاز الكتروني، في ناس كتير وانا كنت منهم بيحبوا يذاكروا ويقفلوا النور ويعتمدوا على اضاءه الجهاز ده فقط، ولكن دي مشكله كبيره جدا لسببين. اول حاجه، لان الاضاءه الهاديه دي هتخليك مش مركز وهتميل انك تنام. ثاني حاجه ودي الاخطر بقى، ان على المدى البعيد هتعمل لك اضرار في عينيك، هتجيب لك جفاف في العين وتعمل لك مشاكل. فدايما لما تيجي تذاكر لازم تذاكر في اضاءه كويسه ايا كان انت هتذاكر على ايه. رقم 3، اوعى تذاكر على الموبايل. طبعا كلنا عارفين مصير المذاكره بالموبايل هتنتهي بالقعاد على السوشيال ميديا، فحاول تبعد مذاكرتك عن الموبايل بقدر الامكان، ولكن لو انت مضطر تذاكر عليه يعني اقفل الاشعارات واقفل برامج السوشيال ميديا في الكام يوم بتوع الامتحانات دول. رقم 4، اوعى تذاكر من اكتر من مصدر. المذاكره من اكتر من مصدر هتخليك مشتت ومش عارف تثبت المعلومه، لان كل مصدر بيختلف عن الثاني حتى لو نفس الكلام، ولكن بيختلف في السياق والتنظيم وهكذا. وغير كده المذاكره من مصدر واحد هتفيدك جدا خصوصا في الذاكره البصريه، بخلاف لو ذاكرت من اكتر من مصدر. وده بيبان جدا للناس اللي بتحفظ قران. غالبا اللي بيجي يحفظ قران ما بيعرفش يحفظ غير من مصدر واحد، حتى لو غيره هتلاقيه بيقول لك انا مش عارف احفظ، لانه خلاص اتعود على المصحف ده، والذاكره البصريه بيبقى لها دور كبير جدا. فبلاش تذاكر من اكتر من مصدر، فخلي ليك دايما مصدر واحد هو المرجع بتاعك او المذاكره الاساسيه بتاعتك دايما بتكون منه. ولو عايز تجيب معلومه من اي حته تانية ممكن تكتبها في نفس المصدر ده بحيث توحد مصدر مذاكرتك. اما الحل حل براحتك، ان شاء الله تحل حتى من اكتر من 100 مصدر. 5 حاجه واخر حاجه، اوعى تذاكر من مصدر تاني قبل الامتحان، او اوعى تغير المصدر اللي انت بتذاكر منه قبل الامتحان. في ناس كتير بتقع في الغلطه دي وانا وقعت في الغلطه دي قبل كده، ولكن الغلطه دي مضره جدا. هتلاقي مثلا قبل الامتحانات ناس بتنزل ملخصات ومش عارف ايه، فانت هتروح تذاكر منها وتسيب المصدر الاساسي اللي انت ذاكرت منه، فده برضه هيعمل لك نوع من التشتيت وخصوصا لو قبل الامتحان. فزي ما قلت لك قبل كده، وحد دايما مصدر مذاكرتك، واي حاجه اضافيه اي ملخص اي نوتس عايز تكتبها اكتبها بنفس المصدر ده وما تغيروش ابدا. بس كده ودمتم موفقين ان شاء الله. ازاي تذاكر ليله الامتحان؟ بما اننا داخلين على امتحانات نص السنه، فتعالى اقول لك ازاي تتعامل ليله الامتحان بحيث انك ما تضيعش المجهود اللي عملته طول الترم.
اول حاجه تعملها لازم تاخد اوفر فيو عن المنهج. خلينا متفقين انك في ليله الامتحان مش هتعرف تذاكر المنهج كله. امال ايه الاوفر فيو اللي بقول لك عليه ده؟ انت هتقرا الكتاب اكنك بتقرا جورنان بالظبط، يعني هتركز فقط على العناوين والكلمات الرئيسيه ومالكش دعوه بالتفاصيل، بحيث بس انك تلم فكره كامله عن المنهج وتنظم دماغك. تاني حاجه عايزك تركز على الاسئله الرئيسيه، زي مثلا لو في اسئله في كتاب القسم بتاعك، زي اسئله الامتحانات السابقه، زي مثلا لو في دكتور بعت لكم اسئله معينه. فمش عايزك مثلا في ليله الامتحان تروح تذاكر من المصدر الهندي اللي ما بيجيش اساسا في الامتحان، ولو بيجي منه نقطه، وتسيب الاسئله الرئيسيه اللي اكتر من نص الامتحان بيجي منها. فانت الاول هتركز على الاسئله المضمونه دي وتضمن درجتها، وبعد كده لو معاك وقت بص على اي مصدر انت عايزه. بالنسبه لاسئله الريتن او المقالي هتتعامل معاها ازاي؟ هتركز على اشهر المواضيع اللي في المنهج وتذاكرها كويس جدا، ولو في شيت او حاجه الدكتور بعته لكم طبعا برضه هتركز عليه لان ده يعتبر اسئله مضمونه. ولو جالك سؤال ريتن في الامتحان ما انتش عارفه، فانت هتكتب اي حاجه تعرفها عن السؤال ده وتنظمه بخط كويس، وصدقني الدكتور هيستخسر ما يديكاش درجات عن الكلام اللي انت كاتبه ده، وهيديك حتى لو نص الدرجه احسن من ما فيش. رابع حاجه واخر حاجه، اوعى تطبق. انا طبقت مره واحده بس في ليله امتحان وندمت ان عملت كده وما كررتهاش تاني خالص. النوم يا جماعه في ليله الامتحان مش تضييع وقت، بالعكس النوم بيثبت وينظم المعلومات اللي انت ذاكرتها طول اليوم. اما لو رحت الامتحان وانت مطبق، حتى لو ذاكرت اللي انت عايزه هتروح الامتحان تحس المعلومات سايحه في دماغك ومش هتعرف تنظمها وتكتبها. واكيد اي حد جرب يروح الامتحان وهو مطبق عارف الكلام ده. فلازم تنام كويس ليله الامتحان على الاقل من 4 ل 6 ساعات. وبس كده دمتم موفقين ان شاء الله. ازاي نتخلص من القلق والتوتر قبل الامتحانات؟ قبل ما اقول لك ازاي، لازم تعرف الاول ليه لازم تتخلص من القلق والتوتر قبل الامتحانات. لان ممكن واحد يجي يقول لي يا عم كلها ساعه ولا ساعتين وكده كده الامتحان بيعدي، ولكن خليني اقول لك ان القلق والتوتر الزايد قبل الامتحانات ده ممكن يخليك ما تعرفش تعدي الامتحان اصلا. طب ازاي؟ لان القلق والتوتر الزايد قبل الامتحانات ده بيعلي هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول، والهرمونات دي هتقلل تركيزك ومش هتخليك تعرف تكتب معلومه. طب ازاي يا عم؟ هي مش الادرينالين والكورتيزول ده هرمونات التركيز؟ اي نعم الادرينالين والكورتيزول هرمونات التركيز، ولكن طول ما هم في مستوياتهم الطبيعيه. اما لو علوا عن المستويات الطبيعيه بتاعتهم لمده طويله هيعملوا العكس ويقللوا تركيزك ومش هيخلوك تعرف تكتب معلومه. واكيد سمعنا قبل كده عن ناس شاطره كتير دخلت الامتحان وفي اللغم عليه واللي ما عرفش يحل، وخصوصا في الثانويه لان الضغط والتوتر بيبقى زايد عن اللزوم. وده كله بسبب ايه؟ التوتر زايد، الادرينالين والكورتيزول عليوا، فمش عارف تركز ومش عارف تكتب معلومه. طب ازاي نتخلص من التوتر الزايد ده بقى؟ رقم 1 النوم الجيد. لازم تنام ليله الامتحان على الاقل 6 ساعات، حتى لو لسه قدامك حاجات كتير لسه ما خلصتهاش. يعني لو قدامك 6 ساعات على الامتحان وبتسالني انام احسن ولا اذاكر حاجه احسن، لا هقول لك نام. صدقني النوم هيبقى افيد لك بكتير من الحاجه اللي انت هتذاكرها في الوقت ده. الحاجه اللي انت هتذاكرها في الوقت ده اساسا ممكن ما تجيش في الامتحان، ولو جت برضه هيبقى عليها درجات بسيطه. اما لو ما نمتش فانت هتضيع عليك درجات اكبر بكتير من الدرجات اللي هتضيعها لو ما ذاكرتش الجزئيه دي. لان النوم مش مجرد تضييع وقت، لا النوم بيعلي تركيزك وكمان بيثبت المعلومات اللي انت ذاكرتها طول ليله الامتحان. فانا حاجه عايزك تفعلك الباطن كده، او تجيب ورقه وتكتب عليها كل الاسباب اللي مخلياك خايف ومتوتر، وتبدا تحط حلول ليها على قدر الامكانيات والوقت المتبقي اللي عندك. يعني مثلا لو انت خايف ان الامتحان يجي صعب، طب ما كده كده على الكل. مثلا خايف الامتحان يجي من الدروس اللي انت ما ذاكرتهاش، يبقى شوف فاضل وقت قد ايه وايه اهم الحاجات اللي ممكن اذاكرها في الوقت المتبقي ده. الخلاصه هتجيب ورقه وتكتب عليها كل الحاجات اللي انت خايف منها ومخلياك متوتر، وتشوف ايه الحلول اللي ممكن تقدر تعملها في الوقت الباقي. رقم 3 بلاش تقف مع صاحبك النكدي والشكاك قبل الامتحان، وخصوصا لو اوائل الدفعه. طبعا هم اوائل الدفعه بيعملوها كده هي بحسن نيه، يعني هم ما بيعملوهاش مثلا خباثه ولا كده، لان هو مثلا بيبقى مذاكر كل حاجه فهو خايف انه ينقص درجه واحده حتى. فانت لو رحت وقفت معاه قبل الامتحان هيحسسك ان الدنيا كلها صعبه وانت هيبقى فيك اللي مكفيك. فبلاش تقف مع صاحبك النكد والشكاك قبل الامتحان. رقم 4 بلاش تذاكر حاجه جديده قبل الامتحان لاول مره، لان حركه زي دي خصوصا لو انت داخل امتحان شفوي هتخليك تنسى كل اللي انت ذاكرته وهتخش الامتحان ما انتش فاكر غيرها. فمعلش عايزك ترمي الكتاب قبل الامتحانات بنص ساعه وما تذاكرش اي حاجه جديده. خلاص اللي انت ذاكرته الحمد لله. لو قدامك حاجه مثلا تراجعها من اللي انت ذاكرته قبل كده مفيش اي مشكله، اما ما تذاكرش حاجه جديده قبل الامتحان بوقت قليل. خامس حاجه لازم تدخل الامتحان وانت هادي، وما ننساش تدعي الدعاء ده: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. وبس كده دمتم موفقين ان شاء الله. ازاي تقبل بذكاء في الامتحان؟ بما اننا داخلين على امتحانات الميد تيرم، واغلبنا طبعا الا من رحم ربي ما فتحش الكتب، فما بيبقاش في حل في الظروف دي غير الهم. لا يفرق بين العبد والعبد سوى قدرته على الهبد. سأهبد حتى تهتف الأوراق باسمي، سأهبد وأنا للهبد مهيأ جسمي، أنا الهبيد. طب ازاي نهبط بذكاء شويه في الامتحان؟ اول حاجه وهي الحاله النفسيه او الثقه بالنفس، خاصه مثلا لو انت داخل امتحان شفوي او امتحان اوسكي. الحاله النفسيه بتفرق 180 درجه، وده يا جماعه مش كلام تنميه بشريه، ده حقيقي والله عن تجربه. انا كان ليا واحد زميلي كان شاطر جدا داخل امتحان الشفوي مفيش خالص، ما بيتكلمش. ليه؟ بسبب الحاله النفسيه، داخل خايف جدا مع انه
ومذاكر كويس قوي كمان. الحاله النفسيه ما بتعتمدش خالص انت مذاكر ايه ولا مذاكر قد ايه، لازم تروح الامتحان وانت مطمن وهادي وبسمع لك يا عم النشاوي في الطريق، وما تقلقش يعني اللي عدى الامتحانات اللي فاتت هيعدي ده ان شاء الله. تاني حاجه استحضر اي حاجه تعرفها عن الموضوع، خاصه لو سؤال ريتم. يعني مثلا جالك سؤال محدد في درس مثلا زي الهرنيا وانت مش عارف اجابه السؤال ده، خلاص استحضر اي حاجه تعرفها عن موضوع الهرنيا ونظمها بس كده واكتبها بخط كويس، وصدقني والله حتى لو الاجابه غلط تماما الدكتور هيكسف انه يديلك صفر على اللي انت كاتبه ده، اكيد هيديلك درجات حتى يا اخي لو نص الدرجات احسن من ما فيش. ثالث حاجه ابدا بالاسئله السهله، لان الاسئله السهله اولا ما بتاخدش وقت كتير، ثانيا بتديك نشوه انك خلصت حاجه فعلا وما عادش ليك غير كام سؤال، بدل ما تبدا بالاسئله الصعبه وتاثر على نفسيتك وتحس ان الامتحان كله صعب. فانا انصحك جدا انك تبدا بالاسئله السهله في الامتحان. رابع حاجه اوعى تسيب سؤال فاضي. انت مثلا حليت سؤال بالهبد والاختيارات مثلا كان 4 اختيارات، يعني نسبة نجاح السؤال ده ايه؟ 25%، اما انت لو ما اخترتش حاجة نسبة نجاح السؤال 0%. فبالعقل كده اوعى تسيب سؤال فاضي ابدا حتى لو مش عارف اي حاجة عن السؤال ده. في بعض التريكس كده خاصة بأسئلة الام سي كيو، ودي طبعا يا جماعة مش قواعد، دي شوية استنتاجات كده انت بتستنتجها لما تحل أسئلة ام سي كيو كتير. زي مثلا لو لقيت اكسبت في السؤال ده تخلي بالك منها كويس قوي لانه بيغير طبعا الاجابه خالص. تاني حاجه الاسئله اللي بتلاقي فيها all of the above او A و B و C معا، الاسئله دي غالبا يعني الاجابه دي بتبقى هي الصح غالبا. يعني مثلا لو في سؤال all of the above وانت لقيت 2 صح والتالت ما انتش عارف صح ولا غلط، يبقى اكيد يا عم خد all of the above لان في 2 صح. يعني الحاجات دي يعني انت هتكتسبها بالخبره كده. برضه لو لقيت سؤال مثلا في اجابه طويله غالبا يعني الاجابه دي هي اللي بتبقى الصح، لان يعني الدكتور مش هيتعب نفسه ويكتب الاجابه الطويله دي كلها وفي الاخر ما تبقاش هي الاختيار. برضه لو لقيت سؤال الاجابات فيه مثلا نيفر او اولويز اوعى تختار الاجابات دي، الاجابات دي غالبا بتبقى غلط لان يعني غالبا الحاجات بتبقى نسبيه ومبقاش في حاجه مؤكده بنسبه 100%. وتاني يا جماعه انا بنبه ان دي مش قواعد خالص، دي شويه معلومات كده او استنتاجات انت بتستنتجها من كتر حلك الام سي كيو. وبس كده ودمتم موفقين ان شاء الله. ازاي تتعامل مع ورقه الامتحان؟ بما اننا داخلين على امتحانات نص السنه، تعالى اقول لك ازاي تتعامل مع ورقه الامتحان عشان ما تضيعش مجهودك ومذاكرتك طول الترم على الفاضي ويبقى ختامه مسك ان شاء الله. رقم واحد، اول ما تستلم الورقه هتسمي الله وتقرا الفاتحه وتدعي، وما تنساش كتابه الاسم ورقم الجلوس. انا عارف ان ده حاجات بديهيه جدا ممكن واحد يقول لي العبط ده، ولكن الحقيقه الحاجات دي مهمه جدا اوعى تستقل بيها. يعني انا مثلا اهو في رابعه جامعه اخر امتحان جراحه كنت بمتحنه نسيت اكتب اسمي وكنت هتحرم من الامتحان بالكامل. يعني سبحان الله على حاجه تافهه جدا اهو زي ان ما كتبتش اسمي ما سجلتش حضور قبل ما ادخل. معلش بلاش تستقل بالحاجات دي لانها ممكن تضيع لك الامتحان بالكامل حتى لو انت حالل 100%، لان القلق والتوتر الزايد قبل الامتحانات ده ممكن فعلا يخليك تنسى تكتب اسمك او رقم جلوسك وكده. رقم 2، هتبدا بقى تمسك ورقه الاسئله وتبدا تحل كل الاسئله السهله اللي انت عارفها. لو قابلك اي سؤال صعب او سؤال شاكك فيه اديله حقه في التفكير، ما عرفتش تجاوبه علم بس عليه علامه بسيطه وسيبه للاخر. كده خلاص الحمد لله هتكون عديت على الورقه كلها وحليت كل الاسئله اللي انت تعرفها. هنعمل ايه بقى في الخطوه الجايه؟ هيبقى عندنا مراجعتين. المراجعه الاولى دي هيبقى قدامك الورقتين، ورقه الاسئله وورقه البابل شيت، وتبدا تعلم في ورقه البابل شيت بدري على الاسئله السهله اللي انت حلتها. الاسئله الصعبه والمشكوك فيها هتقف عندها وتديها حقها الكامل في التفكير وكل حاجه. في نصيحه ضروريه في حته الاسئله الصعبه والاسئله اللي انت شايك فيها، اول اجابه جت في دماغك علمها، غالبا هتبقى هي الصح. اوعى تغير اجابه السؤال الصعب ده بعد ما حلتها المره الاولى. في المراجعه الاوليه دي ما تنساش انك تعلم على البابل شيت بالرصاص عشان لو غلطت في حاجه تعرف تمسحها. المراجعه الثانيه دي بقى هتبدا فيها تظبط وتشيك الورقه بتاعه البابل شيت، ولازم تتاكد ان كل سؤال متعلم عليه في البابل شيت في مكانه الصح، لان بتحصل احيانا كتير وممكن نغلط ونعلم في مكان غلط ونبقى ضيعنا درجات مضمونه على الفاضي. وتبدا بقى تعيد على الرصاص اللي انت علمت عليه في المراجعه الاوليه بالقلم الجاف، بحيث يعني كل سؤال تعلم عليه بالجاف تكون انت اتاكدت خلاص ان السؤال ده خلص ومش هترجع له تاني. ولكن انت براحتك يعني ممكن تعلم بالجاف بالرصاص زي ما انت عايز. اخر حاجه اوعى تسيب سؤال فاضي ايا كان، حتى لو ما تعرفش اي حاجه عنه طبعا هتلجا للحل المثالي بتاعنا اللي هو الهبد. وانا كنت عامل فيديو قبل كده عن ازاي تهبد اي سؤال في الامتحان، هتلاقيه على القناه. وبس كده دمتم موفقين ان شاء الله.